وهنا يجي السؤال الأصعب، هو احنا أصلا بنختار شغلنا؟ والإجابة للأسف وبالفم المليان لأ. احنا اللي بيختار شغلنا هو مكتب التنسيق، اللي بيحدد مستقبلنا هو درجاتنا في الثانوية العامة، اللي بيخطط حياتنا هو مدى قدرتنا على حفظ بعض المعلومات واسترجاعها لمدة 3 ساعات في لجنة الامتحان. ولو مكتب التنسيق ادانا بعض الاختيارات، يبقى ساعتها اللي هيختار برضو مش احنا، اللي هيختار غالبا هيكون أهلنا. الأب اللي عاوزك دكتور قد الدنيا، أو وكيل نيابة مالي مركزك، أو محاسب تكمل المسيرة بتاعته. والأم اللي عاوزاكي صيدلانية علشان الصيدلية بتاعتها، أو مدرسة عشان تقعدي وتتستتي في البيت، أو موظفة في الحكومة علشان غدر الزمن وحوجة الأيام. واللي مش بيدخل في دوامة مكتب التنسيق بيشتغل اللي ربنا بيسهل بيه. يبقى غالبا آخر واحد ليه فعل الاختيار في حكاية الشغل دي هو أنت، مع إنك أول واحد ليه حق الاختيار فيها.